السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرارا طبعا لمتابعة مركب الجلاكسي روتس في مختلف الزراعات. بنشوف النهاردة الخيار، تأثيره على الخيار ايه، نتائجه، وضعه ايه. طبعا ومعانا الحاج سيد، ده صاحب المزرعة هنا. سحب منه كذا سحبة، هو يقول لنا برضو سحب قد ايه ومعدل قد ايه وفرق معاه في الزرع ازاي. واحنا كده المفروض الزرع دوت كده، ده المفروض هيتقلع. مش عارف ازاي، بس هو المفروض هيتقلع يعني. فاهلا بيك حاج سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين دلوقتي نشوف انت سحبت كم مرة جالاكسي روتس؟ انا الزرع ده بصراحه سحبت له مرتين. تمام. مرتين سحبت له من الجامعه الثالثه. من الجامعة بتاعتك. طيب هو احنا انا مبدئيا بجمع، احنا محملينه على الفلفل طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. فبجمع منه 5 جامعات زي كده وبشطب. يعني 5 جامعات وبتلم الخيار وبتشتغل على الفلفل، صح؟ تمام. تمام. انا سحبت له في الثالثه. تمام. تمام. عجبني المنتج، جبت سحبت له تاني. عجبك في ايه؟ في الخيارية ذات نفسها والطرح وسرحه وحلوه بسم الله ما شاء الله عليها. يعني الزرع ده بقى له 3 ايام ما شربش والله. 3 ايام ما شربش. تمام. عشان خاطر ان انا بجفف الارض عشان خاطر اعرف اقلع. تمام. بسم الله ما شاء الله عليه، خلى الخيارايه بسم الله ما شاء الله. يعني انا مستحرم مقلع بس عشان خاطر انا بشغال شطه. يعني انتوا بصوا حضراتكم شايفين كده ان دي خياره تتقلع، ده نهايه. المفروض اصلا نهايه الخيار بتبقى مكعوره. الخياره شكلها اصلا مش حلو خالص. الخياره شكلها اصلا مش، ما بتتباعش من الاخر الخياره في الاخر. لكن دلوقتي بفضل الله اخر جامعه، هم برضو عايزين يعلنوها عشان يردوا على الفلفل ويظبطوا الدنيا في الفلفل شويه. بدري فهو جمع. يعني بص بتخيلوا، بص شكل الخياره دي نهايه جامعه. يعني ده، يعني في ناس اصلا عندها في البدايه ما بقاش عندها كده اصلا. نفس ما تلاقوش. يعني شكل الحبه دي في البدايه لا. ما تلاقيش. انا في اول جامعتين ما جمعتش الخياره كده. اول جامعتين ما جمعتش. اول جامعتين ما جمعتش خياره بالمنظر ده. بالعدله ديت، بالسرحه ديت، لا بسم الله ما شاء الله عليه. طب يعني انت كان في حاجه في السوق انت قلت لي عليها، التاجر اللي بيبيع لك قال لك ايه في الاول؟ لما يجوا طلعوا له خيارات سرحه كده منها ومش عارف ايه، عجبت المعلم. فطلعها قال انا ببيع على دي. كانت كبيره شويه يعني حوالي كده. بس سرحه. بسم الله ما شاء الله عليها. خيارية منظرها حلو. قال يعني يا جدعان انا ببيع على الخيارية دي. مش جاب لك حبايه من الوش رفيعه ولا قال لك لا ببيع على دي. ويومها جاب سعر كويس، صح؟ لا بسم الله ما شاء الله عليه. يومها باعها سعر 100 100 ما شاء الله. يعني هو فرق معاك في الانتاج، وفرق معاك في التحضير، وفي شكل وجوده الثمره. وخلاني يعني انا مش عارف، خايف اتبطر على النعمه. والله انا بقول ازاي هتقلع ده في ناس عندهاش في الاول خالص نفس الشكل ده كده يعني. لا بسم الله ما شاء الله. يعني ده خلى الزرع خضر وبسم الله ما شاء الله. يعني والله الزرع ده يعتبر هشطب والله كده يعتبر خلاص. يا بص كده يعني شكل الثمره. بص من قدام شكل الثمره ده نهايه الجنب. خلاص يعني يعتبر الزرع ده بيشطب ما شاء الله. طب تنصح بيه الناس ولا لا؟ والله اللي ما يجيبوش يبقى راجل غلطان. طيب ربنا وتكلفته يعتبر تكلفه رخيصه جنب الاسمده وجنب الحاجات اللي ده. لو كل اسبوع حطيت منه حطه للفدان لو ب 500 جنيه، هي مش واصله 500 بس تمام. لو ب 500 جنيه والله ما عامله حاجه. يعني هو فرق ما شاء الله. لو بدك تروح تجيب لك 2 كيلو بوتاسيوم على 2 كيلو فوسفور على علبه تندول على مش عارف جراس على كلام من ده، هتخش في 1000 ونص. تمام. هتخش في 1000 ونص. يعني هو كافي لوحده. حتى الشطه بسم الله ما شاء الله عليها. يعني يعتبر انا كنت بقول الشطه دي يعني على الخيار ما بتنفعش او بتتاخر في الطرح، صح؟ لا بسم الله ما شاء الله عليها. يعني مخليه القرن بتاعه حلو بسم الله. يعني كل النوار اللي طالعه قرن اهي، طالع بعادي بتاعها. والطبيعي دوت بيحصل بعد ما بتبتدي ترد على الزرع. وبعد كده يبدا يتحرك معاكم الزرع، صح؟ لما يبتدي يعني كمان فرق معاكم في الشطه كمان. لا بص يعني بص القرن الشطه عايز الجمع ما شاء الله. يعني احنا في شتاء ومتحمل عليه خيار. يعني يعتبر انا ما بركزش على الشطه دلوقتي خالص. طول ما في خيار انا ما بدورش على الشطه. خلي الزرع طالع كده وجاب قرن حلو ونوار وبسم الله ما شاء الله عليه. يعني ما شاء الله. يعني بصوا يعني قرن الشطه برضه حلو. يعني ومفيش حاجه طالعه حتى منفله حتى كمان في الشط. لا وطبعا لسه الموضوع ده بيختلف مع الرد وكده. الفلفل ده بيتغير خالص يعني. لا بتغير. لا بسم الله ما شاء الله. يعني لا بص على كده. وادي خط تاني اهو. بصوا كده الخياره ده نهايه الخياره يا جماعه. يا جماعه والله في ناس اصلا ما عندهاش حتى نص الجمع او شكل الثمره زي كده. يعني بص الخياره حتى الكبيره سرحه ازاي.
مفيش فيها اعوجاج، مفيش فيها اصلا. يعني المفروض الخياره بتلوي في الاخر او بيحصل فيها كعبرة كده، تضخم كده كعبرة. وتبقى كعبره، وفي الاخر ما بنلاقيش وش نوشش. ما شاء الله الزرع كله وشه، اللهم بارك يعني. بصوا نهايه الجامع. بعد كده يا باشمهندس بصوا كده في الفلفل هتقرن برضو. الفلفل طالع سرح كده بص قرن الفلفل ما شاء الله الجامع بتاعه. ما شاء الله يعني. بص هنا برضو خير اهو. بصوا كده دي نهايه يا جماعه. ده المفروض اصلا مش عارف والله يقلعوه ازاي، بس بصوا كده اهي. واللي بعدها بصوا ارفع اللي بعدها دي كده. بصوا دي، ده خيار يا جماعه، هي المفروض يتقلع مش عارف ازاي، بس ما شاء الله يعني اللهم بارك. يعني بنتكلم دلوقتي على العدله بتاعه الثمره واللي بعدها واللي قبلها. بصوا تبارك الله. الزرع بص عشان ما يقولش ان الزرع تحته ناشفه اهي. تعالى كده ارضه ناشفه اهي عشان اقلع. منشفين هنا عشان يقلع اهو، ينشف شويه عشان يعرف ارض يقلع. ناشفه بصوا عشان اتعامل اعرف اتعامل مع بصوا الخيار يا جماعه اخر هنا. هاتها لي يا جماعه الخيار دي كده. تعالى كده. بصوا كده يا جماعه الخيار. بصوا الخيار يا جماعه. الناس اللي ما عندهاش بصوا كده هنجيب دي كده اهي. دي كده اهي. دي بتبقى يعتبر نهايه دي نهايه الجامعه. خلاص كده دي نهايه كده. الجامعه. بصوا بقى اللي بعدها بعد ما سحبوا الوضع اختلف ازاي. بصوا شكل الثمره ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ما شاء الله اللهم لا بارك. حاجه بالصلاه على النبي، ربنا يبارك للعمل الجيتن ده. بص الخيارات سرحه ازاي. يعني المفروض كل خيار يبقى زي كده، ما يعرفش يوش منه حاجه زي كده بفضل الله. الخيار اتغير واحنا خالص. في الاربعينيه يعتبر ما بسمتش اي حاجه، خايف اسمت بصراحه. انا خايف اسمت عشان ما ازعلش الفلفل. ما شاء الله شغال معاك فلفل، معاك الخيار، ما شاء الله شغال على انا مخلي قرن الفلفل حاجه محترمه، حاجه محترمه. ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج سيد. وبصراحه انت من الناس يعني انا مش عايز والله نبطل التصوير عشان نشوف الابداع والحلويات. ده خط غير الخط اللي التاني عشان ما تقولش احنا عاملين مثل خط ولا بتاع. هو نفس المنتج ما عاوز حاجه من حد، بس انا عاوز الناس ربنا ربنا يكرم الناس كلها. بص كده يا جماعه. انا عاوز الناس ربنا كله يكرم الناس كلها ويسد عن الناس. بصوا كده تكلفه غاليه السنه دي، واللي مش هيتعامل صح هيزعل. بص الخياره. بص الخياره ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده نهايه الجامعه يا جماعه. الناس اللي بتدور على جوده ثمره مع جالاكسي لوز، جوده ثمار ومعدل انتاج وتزهير وكل حاجه انت عايزها في الخيار هتلاقيها. الزرع عامل ازاي والله يا جماعه انا مش عايز ابطل التصوير، بس حلاوه الزرع بصراحه ولمعه الخياره مبيعه. وفي نهايتها مبيعه كمان، مش خلاص كده لا. بص الخيار. ربنا يجازيك حاج سيد وربنا يوسع عليك وتبقى سنه خير عليك يا رب ان شاء الله. يا رب على الجميع يا رب ان شاء الله. ماشي شكرا حاج سيد. شكرا. شكرا. مع السلامه.